مساء الجمال عليكم. بصوا النهارده بقى جيت بحاجة مختلفة كده. ان شاء الله تعجبكم. عملت الكباب بالمشوي في البيت، وده طاجن اللحمة بالبصل. طبعا عملته معاكم قبل كده وان شاء الله يكون عجبكم، وهرجع اعمله تاني، بس ايه هحطلكوا الرابط بتاعه في صندوق الوصف. جبت طماطمية مبشورة، وديت بصلاية بشرتها وخدت منها المية بتاعتها، يبقى هنا ديت مية بصلاية. وحطيت معلقة سكر صغيرة، وحبة توم باودر، وهنا حبة بهارات لحمة، يعني نص معلقة من كل حاجة. وهنا كانت معلقة فلفل أسمر، ونص معلقة كمون. يبقى هنا طماطمية مبشورة. وهنا حطيت حبة خل. الخل طبعا عشان ايه يديها طراوة كده من جوه. هقلب كله على بعضه. يبقى هنا حطيت طماطمية مبشورة، مية بصل، حطيت فلفل اسمر وملح وكمون، وبهارات لحمة، وحطيت نص معلقة سكر وحبة خل. يبقى وهقلب فيها كل اللحمة اللي معايا ديت، وهدخل بيها ايه هسيبها بقى في التلاجة تشرب من التتبيلة بتاعتها. طبعا يفضل ان انتوا تسيبوها من قبلها بالليل يعني، بس انا سبتها حوالي ساعتين في التلاجة، ومحطتش الملح الا في الاخر قبل ما احطها في السيخ على طول. نزلت عليها ايه بنص معلقة ملح، وجبت السيخ بتاع الفرن العادي، وبدأت ان انا ادخل اللحمة في السيخ زي ما انتوا شايفين كده. هي بس كان فيها ايه جلد كده، مش كانت بتدخل بصعوبة شوية اهو. طلع طعمه حلو جدا، ولما قعد في التتبيلة كمان بقى احلى. طبعا لما انتوا تسيبوه في التتبيلة قبلها بيوم بيبقى طعمه احلى بقى، بيشرب من كل التتبيلة اكتر، واللحمة بتاعته بتستوي بسرعة على فكرة، مش بيغيب في الفرن قوي. بصوا انا هحطه في الفرن العادي. مش هحطه على شواية ولا فحم ولا اي حاجة. وهقولكوا بقى انا هسويه ازاي. ان شاء الله هتجربوه وهيعجبكوا قوي. بصوا بقى الحتة ديت كان فيها جلد اكتر. فهجيب المقص، وهبدأ ان انا ايه اقصها، يعني اقص حتت كده منها، اديها زي اخرمها كده بالمقص علشان السيخ يدخل فيها اهي. بصوا، وهنا بقى بدكك الحتة التانية في السيخ، بس برضو ايه هديها فتحة كده بالمقص. كانت الطريقة دي عجبتني قوي قوي في الكباب. طلع طعمه جميل، طلع طري جدا في طراوة. اللحمة نفسها الأنسجة بتاعتها مستوية كويس. هبدأ بقى ايه ان انا افرغها من السيخ كده، عشان ايه اما اجي احط عليها التتبيلة وهي في الفرن تطلع مظبوطة. هنا بقى جبت الصاجة بتاعت الفرن، حطيت فيها حوالي كوبايتين مية مغليين. تمام، انا هنا مش هشغل الفرن، انا هنا هشغل الشواية، هبعد الشبكة عن الشواية. انا هحطه على الشبكة، هنزل الشبكة خالص من على الشواية، هخليها تحت اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا النار، فرق النار قد ايه. تمام، هتستوي بقى البخار اللي هيطلع من المية فوق كده هيسوي اللحمة، والشبكة كمان البخار بتاعها هيسويها. تمام. وهنا جبت حبة زيت حطيتهم في الخلطة الباقية من اللحمة، وكل شوية هبدأ ان انا اشرب اللحمة بالخلطة، وهقوم جاية ايه قلبها الناحية التانية كل 5 دقايق كده، اقلبها وابدأ اشرب اللحمة، اقلبها وابدأ اشرب اللحمة. هنا كانت بدأت تدخل في التسوية. يبقى هنا كوبايتين مية في الصاجة من تحت، والشبكة بعيدة عن الشواية خالص، مش هفتح الفرن اهي. بصوا كل ما بتحتاج مية في الصاجة بديلها حبة لحد ما تستوي خالص، وكل شوية بشربها من التتبيلة بتاعتها عشان تاخد طعم التتبيلة كلها وهي في الفرن. تمام. هنا بقى ايه كانت خلاص اللحمة خلصت، وهبدأ اشيلها من على السيخ. طبعا السيخ كان سخن جدا جدا، فجبت فوطة صغيرة وبدأت ان انا اشيله.
ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وطاجن اللحمة بالبصل هحطلكوا الرابط بتاعه في صندوق الوصف، طعمه حلو جدا. هنا بقى ايه، بصوا بقى انا بفتحها ازاي. كانت طرية جدا جدا واللحمة بتاعتها من جوه كلها مستوية. كنت بقى مولعة فحمية وجبت حتة فويل، حطيت عليها الفحمية وحطيت عليها معلقة زيت، وهقوم جاية مقفلة عليها كويس بالفويل علشان كلها تاخد طعم وريحة الفحم. وكده كانت خلصت. لو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.